السلام عليكم. هذه اللقطة أصبحت حديث العالم بسبب ما فعله الجمهور الأسباني في نهائي اليورو برفعهم العلم المغربي، ويمين يامال يفاجئ المغاربة بتصريح تاريخي. شاهد ماذا حدث. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في لفتة رائعة للغاية قام بها الجمهور الأسباني في نهائي كأس الأمم الأوروبية بين المنتخب الأسباني والمنتخب الإنجليزي، حيث التقطت إحدى الكاميرات الخاصة بهذه المباراة لقطة رائعة للغاية، حيث قامت الجماهير الأسبانية برفع الأعلام المغربية في المدرجات دعما للاعب ذو الأصول المغربية ليمين يامال الذي تألق في بطولة اليورو، وكان سببا حقيقيا في وصول المنتخب الأسباني إلى المباراة النهائية، حيث صرح بعد انتهاء هذه المباراة مباشرة وقال: أشكر كل الجماهير الأسبانية التي رفعت العلم المغربي في هذه المباراة، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا الفعل سيسعدني أنا وعائلتي المغربية، وأيضا كل المغاربة سيكونوا فرحين جدا عندما يروا علم المغرب داخل المدرجات، وده كله حبا في بلدي الأم هي المغرب. وعندما سأله الصحفي سؤال كتير قوي بيسأله: طب ليه ما بتلعبش للمنتخب المغربي ولماذا تلعب للمنتخب الأسباني؟ رده كان صادم وغير متوقع بالمرة. قال: أنا فعلا أصولي مغربية وأنتمي للمغرب، ووالدي أيضا مغربي صميم، حتى إن عاداتنا وتقاليدنا كلها في المنزل من سواء الطعام أو العادات والتقاليد في الأعياد ما زالت مغربية، ولكن والدتي أحبت أسبانيا وأحبت أن أنا ألعب داخل المنتخب الأسباني، وأيضا هناك بعض الأمور التي لا يعلمها أحد وسأتحدث عنها قريبا جدا. دعونا الآن نفرح بهذا الفوز العظيم الذي تمنيته فعلا من وقت فوزنا على فرنسا اللي أنا أهديته أيضا للمغاربة، وده بسبب ان فرنسا كانت السبب الرئيسي في إطاحة المغرب ظلما حتى ما توصلش لنهائي كأس العالم بقطر. وكلكم كنتوا شايفين الأداء الرائع لبلدي الأم المغرب اللي بوجه ليها كل الشكر والتحية وأهدي ليها هذا الفوز الرائع اليوم. بهدي لكل المغرب وكل الشعب المغربي اللي أنا سأقوم بزيارته قريبا جدا في الأيام القريبة، وأنهى حديثه بشكر المغرب مرة أخرى.